أغرب دولة وفيها أغرب القوانين ورئيسها هو الأغرب على الإطلاق من ساعة ما تولى الحكم، وأسهل قرار عنده هو الإعدام. في 19 ديسمبر 2011 تولى كيم جونج أون رئاسة كوريا الشمالية، ومن ساعة ما تولى الحكم ولفت كل الأنظار حواليه بسبب قراراته الغريبة. درس كيم جونج أون في مدرسة بيرن في سويسرا من سنة 1993 لحد 1998. أما بقى من أغرب الحاجات عنه إن هو ما يعرفش اتولد سنة كام، سنة 1983 ولا 1984. أما بقى قرارات الإعدام فدي أسهل حاجة عنده، زي مثلا وزير الدفاع اللي أعدمه بمدفع مضاد للطيارات بتهمة إنه نام في العرض العسكري، ده غير صديقته المغنية هيون سونج وول اللي أعدمها بتهمة تصوير فيلم إباحي. لقب نفسه بالزعيم العزيز، ده غير إنه غير تاريخ بلده السياسي على حسب ما هو عايز. ظل حكمه مش هيحميك ولا منصب في الدولة ولا صلة قرابة تجمعك ما بينه، ده غير إنه يقال إن هو عمل أكتر من عملية تجميل عشان يوصل لشكل جده كيم إيل سونج. ضل نفسه قصة شعر ممنوع على أي حد من الشعب إن هو يعمل القصة دي، وحدد لهم 15 قصة شعر للرجالة وزيهم للستات، ده غير ان سمح بشرب المخدرات ومنع شرب المشروبات الغازية زي الكوكاكولا. امر بوضع شعار فوق تلة مرتفعة بيوصل طولها 600 متر مكتوب عليها يحيى الجنرال كيم جونج أون شمس كوريا الساطع. ديسمبر 2013 عدم جوز عمته بتهمة الخيانة، ده غير وزير الأمن العام اللي أعدمه بقذائف من النار. في كوريا الشمالية ممنوع استيراد السجاير ومسموح بالسجاير المحلية فقط. كل القوانين دي وغيرها بأمر من الرئيس كيم جونج أون نفسه، واللي يخالفها مصيره الإعدام. أما بقى في النهاية متنساش تصلي على النبي واللايك والشير والسبسكرايب.